أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا وحياكم الله في برنامج دقائق رياضية. مثل ما عودناكم في هذا البرنامج دائما مواضيعنا رياضية مشوقة في مختلف المجالات. اليوم نبي نسولف عن التدريب الشخصي لأنه يهم كثير بنات. اليوم معي المدرب المعتمد في اللياقة البدنية شريفة الموسوي. شريفة، مشكورة على وجودك. حبيبتي، سعيدة بوجودي معاكم وشرفني. لنا الشرف. طبعا التدريب الشخصي ما هو شيء سهل، التدريب الشخصي يحتاج طبعا ثقافة وخبرة وأيضا شهادة. صح. سولفي لنا عن مجالك. بالبداية يعني أنا كانت يعني دشيت مجال الرياضة يعني من بعد ولادتي بولدي الثاني. مهم. فيعني مو من صغري ولا لا 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 من بداية من بعد ولادتي حالي حال البنات إيه. الباجي، حبيت إن أضعف فاتجهت صوب الرياضة. فيوم بلشت الرياضة يعني حسيت إن جربت وايد الكارديو، المقاومة، يعني مدة 3 سنين وأنا أدور نفسي بالرياضة، مم. ليه ما حسيت إنه في شيء أحسه ناقص، يعني إنه حق جسمي. فهني قلت لازم أدرس، حب المعرفة إيه. إنه شلون أحصل شهادة وكذي بلش معاي. مم. فالحمد لله الحين صار لي 5 سنين أنا من خذيت أول شهادة لي اللي هي مدرب معتمد، دبلوم بالتدريب الشخصي. ما شاء الله. ومن بعدها الحمد لله جات شهادات بالتدريب الجماعي. مم. عندك وايد منظمات من التدريب الجماعي خذيت منهم الشهادات. وعندي بالتدريب الفئة من عمر 6 سنوات ل 14 سنة، هم الأطفال والفئة الشباب. وآخر شهادة اللي خذيتها اللي هي تدريب الامرأة الرياضية الحامل وتأهيلها ما بعد الولادة. طبعا احنا ودنا نتكلم عن الفئتين لأن تهم كثير ناس، خاصة صح. النساء وخاصة الأمهات اللي عندهم عيال. بالضبط. شنو أكثر شيء تحبينه في التدريب؟ شنو الشيء اللي يدفعك إنك تدربين الناس؟ طبعا التغيير. مم. التغيير يعني أغلب شيء، يعني أغلب البنات اللي يجون عندي يوم يكونون مبتدئات يحسون إنهم ضايعين. إيه. فوجودي يكون بالنسبة لها مهم لأن قاعدة أوجهها من مو بس بالرياضة، يعني هو توجيه يكون بالتغذية، بالنفسية، وبالرياضة صح، فور تحسينه شور. كله مرتبط مع بعضه، ما كله نقدر كله. نفصلهم بس تمرين. بالضبط صح. فالموضوع مو موضوع بس تمرين. فحتى يعني سبحان الله يوم تبلش معاي تشوفينها تكمل تكمل. إيه. يعني عندي أنا بنات إلهي لك الحمد من بداياتهم، يعني ما كانوا يشيلون أوزان، ليه ما شاء الله صاروا أدفانس، مم. ليه حملت كملت معاي، ليه إن شاء الله يعني طول فترة الحمال موجودة. فيعني هذا يبين لي إن الرياضة مو بس حق فترة معينة. ما دام ذكرنا الحمال اي نعم. خلينا نتكلم عنه. وايد بنات يهمهم هالموضوع وفي معلومات صراحة متخربطة شوي في هذا الموضوع. صح. كثير بنات ممكن تعتقد ان الحامل لازم ما تشيل اي شيء ثقيل، اي نعم. وكثير بنات بالعكس ودها تكمل تمرينها لانها تحس انها عندها طاقة وعندها قدرة وعندها بالضبط. خبرة، بس تحتار هل هو آمن او غير آمن. النقطة الأولى، إذا أنت دريت إنك حامل أول شيء لازم تستشيرين دكتورتك. إذا مهم. أمورك تمام وقالت لك تقدرين تتمرنين، حياك الله. مم. هني تبلش إنه لازم يصير في تقييم حق جسمك، أنت بأي مستوى عشان تعرفين تبلشين أنت بشنو من أوزان تبلشين. إذا أنت أوريدي كنتي رياضية تقدرين تكملين على نفس الأوزان اللي موجودة، بس على حسب تغييرات اللي جسمك راح تمر فيها مم. الفترة الأولى من الحمل صحيح. والفترة الثانية والفترة الثالثة. فلازم ننتبه حق هالفترات ويصير في تغييرات على التمارين. صحيح صحيح. والفئة الثانية أتوقع الفئة هم الصعب تمرينها هم الأطفال. الأطفال صح. لكن يعني أنا ودي نتكلم عن الأطفال بعد الفاصل، إن شاء الله. بس نتكلم نقطة ثانية مهمة عن الحوامل. إي نعم. هل الحامل تقدر تتمرن كأنها بالأيام واللود الطبيعي؟ يعني مثلا نفس قلتي نفس الأوزان، إي بس هل نعم. تقدر تتمرن نفس كثافة التمرين نفس حجم التمرين ولا هني راحتها تزيد فترات هني الراحة؟ طبعا احنا دائما نذكر ان الحامل فترات الراحة بالنسبة لها م- الطول، مهم. لأن عندها الدقات قلبها تزيد
فيعني هني نبيها ترجع حق النورمال. فلازم تكون فترة الراحة تكون مناسبة لها، يعني هي حست والله دقات قلبي مرتاحة أكمل حلو. بتمريني، والله شفنا إن لا دقات قلبها مو قاعدة تنزل، عادي تقدر إنها تاخذ ريست، وعادي مو شرط تخلص عدد جولاتها. فإحنا نقول حق البنات لا تشجعوا إذا أنتِ إي نعم. وضعِك الصحي تمام، إي نعم. بالعكس تمرّني وكمّلي بالضبط. تمرينِك. إي بس أهم نقطة هني إنه تكون عند شخص مختص وعارف 100%. بالتمارين الحامل، صحيح. فهذه نقطة وايد مهمة. صحيح. خلّينا ناخذ فاصل ونرجع نتكلم عن فئة الأطفال. إن شاء الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. هذه النقطة وايد مهمة نتكلم فيها، اللي هو تدريب الأطفال من عمر 6 سنين قلتِ من 6 إلى سنين ل14 سنة، اللي هم 14 سنة. الأطفال وهم فئة الشباب. شنو الصعب في تدريب الأطفال؟ هل صعب يسمعون إنِّك الكلام؟ لأ هو هم يسمعون الكلام، بس ما تقدرين تشرحين لهم الحركة نفس ما تشرحين حق الشخص الكبير، لأن جسمهم خلاص أنتِ لازم تعاملينه معاملة إنه يعني لازم يشوف الحركة، فإني أنا قاعدة أوريهم الحركة آآ كذا مرة، أشرح لهم إياها كذا مرة، يشوفونها كذا مرة على ما يستوعبون يسوونها، ولازم التمرين يكون ممتع. يعني مو نفس الشخص الكبير اللي جاي هو حاط هدف صحيح. براسه، صحيح. لا الطفل لازم يكون تمرينه ممتع، فلازم تدخلين فيه وايد حركة، نستخدم أدوات ثانية مو بس الدمبلز والبار ولا لا لا لا، لازم يكون في أشياء تحرك عنده تقوي عنده الفانكشنال، وتقوي عنده يعني الحواس. فنستخدم الأشياء الحواس، اللمس والمرئية هالأشياء لازم تكون كلها مرتبطة بتمرينه. وعادةً الطفل لما يتمرن شنو يكون هدفهم؟ هل عادةً يكون خسارة وزن لأنه مثلًا أو نظام غير صحي، أو هو لأن في تمارين مقاومة بعد للأطفال؟ بالضبط، فهو في يعني أغلب الأمهات اللي يشاركون عيالهم معاي سواء بالتدريب الشخصي أو بالجروب، أغلبهم هالفئتين، يا إنه اوريدي الأطفال يكون عندهم عضلات ضعيفة أو فيهم عدم مرونة بالجسم، أو إنه يكونون يبون خسارة وزن. فالأغلب هذا كله أساسه عدم الحركة. صحيح. ما في نشاط حركي بيومه. إحنا الحين في زمن يعني الآيباد والجيمنج. إي نعم، فعشان كذي منتشر. أنا أنصح الأمهات، أنصح إنه يشاركونهم بأي بأي مراكز، سواء الصبيان كرة قدم أو حتى البنات، أو إن القتالية اللي هو الكاراتيه أو السباحة، يشتركون أي مراكز على أساس إنه نزيد عندهم النشاط الحركي، فعشان لا صحيح. يسبب لهم إنه يصير في بجسمهم عدم مرونة، أو إنه يصير ضعف بالعضلات، أو إنه اللي يصير اكتساب دهون لأن المفروض بالجسم. من الطبيعي إن الطفل يتحرك، من الطبيعي الطفل بالضبط، يلعب. بس مع الأسف بس إحنا عوضنا الحين حاليًا إحنا الحين بزمن اقعد لا تتحرك، لا تطيح، لا تتعور، بالأخص حتى البنات لا الدراسة تركضين. ممكن تقلل الحركة. بالضبط، بالضبط، يعني أنا عندي كانت يعني أم كانت تقول أنا المشكلة بنتي، لأن ما أقول لها لا تركضين، أنتِ بنية قعدي لا تتحركين، هذا سبب لها إن أساسًا ما في مرونة بجسمها. شنو تنصحين الأمهات يسوون مع عيالهم؟ طلعوا طلعوا مع العيال outdoor، بالأخص إذا الجو صار حلو يعني إذا الجو يعني إحنا أغلب جونا أدري إنه حار، بس إذا طلعتوا outdoor وخليتوهم يركضون وطلعتوا وتحركوا، يعني هذا أقل شيء تقدرين تسوينه. صحيح، أنا أتفق معاك 100%. وللأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولا ودي نسولف أكثر، يعني في حبيبتي مواضيع بعد تنقال. إن شاء الله كوتش شريفة يعطيك العافية الله ومشكورة على يعافيك، وجودك، إن شاء شكرًا، الله نستقبلك في أيام جاية. شكرًا لكم، شكرًا. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الحلقة، إن شاء الله نشوفكم في حلقات جاية تستفيدون منها.